النادي الاهلي يقسو على يانج افريكانز 2-0. تعال نتكلم ببساطه عن المباراه دي. اولا، الريتم الشوط الاول بطيء. ثانيا، لاعيبه الاهلي اللي كانت في المنتخب مجهده جدا وباين عليها التعب جدا جدا جدا. ثالثا، يستروب كوتش بمعنى الكلمه، واقف وجاري المباراه ومن التشكيله وهو جاري طريقه اللعب. يانج افريكانز نزل قفل خطوطه ولعب على التحولات الشوط الاول، والاهلي خلى رتم الاهلي بطيء. وهتيجي ناس تقول لي طب ليه يستروب لعب باثنين ديفندر 1-6 1-8 مروان وديانج؟ اقول لك للتحولات الهجوميه بتاعت يانج افريكانز. الفرقه دي سريعه في التحولات، رجليها على المرمى حلوه جدا. ثانيا، الاطراف عندهم سرعه جدا جدا، وهو يعلم ان عنده محمد هاني عنده بدني عنده ضعيف ومجهد بدنيا بسبب بطولة افريقيا، وعنده كوكا مش حتته دي. ثانيا، الاثنين قلوب الدفاع ياسر ابراهيم عنده اجهاد بدني باين عليه من بطولة افريقيا وباين عليه في التحولات والثنائيات مع المهاجمين، فبدأ مضطر ينزل ياسر ابراهيم. ليه؟ عشان لسه محمد الجزار داخل الفرقة جديد وما بدأش يلعب. الشناوي تغييره فوق الممتاز، وده اللي يدل ان الكوتش جاري وفاهم التحورات بتاعه الحراس، وان الشناوي مش فت، وان الشناوي مش فورمه، وان الشناوي عليه ضغوط. فبدا يدخل مصطفى شوبير مباراه النهارده عشان يدي ثقه لخط دفاعه، ويحط ديانج ومروان عشان يقفلوا التحولات، وهيعتمد على امام، وحط زيزو يمين وحط تريزيجيه شمال، وبدا يلعب على لعبه واحده. مروان وعثمان يهد المدافعين، واي عرضيه يقدر يحطها مين؟ يقدر يحطها تريزيجيه، وهكذا ده اللي حصل. تريزيجيه قدر يحط العرضيه وقدر يعمل التحولات، وقدر نخطف هدف اول في نهايه الشوط الاول عشان يقدر النادي الاهلي الشوط الثاني يلعب لعبه. ترب راح مغير التوليفه بتاعت اللعب، وبدا بدل ما انا هلعب لعب عالي وضغط عالي على الخط الخصم، بدا ينزل تحت الكوره وبعد نص الملعب وهلعب على التحولات. كده 1-0 انا كسب الخصم، والخصم عارف ان 1 زي 10 هيبدا يفتح الخطوط ويلعب على التحولات. بدا المدرب بتاعهم يغير، وبدا بين الشوطين غير الباك اليمين ونزل باك يمين تاني، وبدا يلعب على الضغط العالي للنادي الاهلي، فالاهلي بدا يلعب على التحولات.